لسه حاصل قدامي موقف دلوقتي يا جماعه عجيب شويتين، بس هو حلو قلت احكي لكم عليه. كنت ماشي لا ليا ولا عليا ويسبيق فوجئ الناحيه التانيه، ابص الاقي زعيق وصريخ ملوش حل وخناقه جامده. ابص الاقي ان هو سواق تاكسي ابيض نازل بيتخانق مع الزبون اللي معاه، والزبون اللي معاه ده هو راجل عجوز في السن وماسك عكاز. لكن الغريب ان الراجل العجوز ده عمال يخبط فيه بالعكاز وكل شويه يشتمه وانا هطلع ومش هطلع وعين اهلك ومش عارف ايه واحبسك وكلام من ده. كلنا طلعنا نجري عشان نحوش على الراجل العجوز، ما احنا شايفين شاب والراجل عجوز. كله طبعا راح مسك في الشاب واهدى وعيب وكده، والشاب انا سامعه عمال يقول له يا حاج انت قد والدي، عيب مش عارف ايه، ان الحاج ده يسكت، عمال نازل يديله يمين وشمال. المهم لقيت الناس عماله ايه تمسك فيه هو، قلت لهم لا خليكم مع الراجل الكبير ده، رحت انا ماسك الشاب ابص الاقيه عمال يتنطط في الارض انه يعني ايه فرخه دايخه، عمال يتزلزل وعلى اخره، طبعا غصب عنه عمال يتشتم يعني ويزق بالعكازه، انا ما بقتش فاهم ايه الحكايه. المهم اهدى يا ابن حلال، بمسكه من رقبته لقيت رقبته دي ايه العروق نافره فيها وعمال النبض بتاعه شغال جامد قوي. قلت له لا 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 كده انت هتموت، في ايه يا ابني؟ قال لي والله ما عملت له حاجه يا استاذ، انا كل ما في الموضوع ان انا طلبت 40 جنيه قبل ما يركب في المشوار، واول ما نزل لقيته بيرميني 20 جنيه بيقول لي ده هي محطه مش مستاهله. قلت له لا يا حاج اتفقنا. قال لي انت حرامي. قلت له طب خلاص خد ال 20 جنيه انت هتبقشش عليا مش عارف ايه. قعد يتخانق معايا ويقول لي انا هحبسك، انا غلطان؟ قلت له لا انت مش غلطان. قال لي ما هو خرفان. قلت له لا بص افهم، هو مش خرفان، هو غصب عنه، احنا بنتولد صغيرين وبنموت صغيرين، فالبني ادم مننا لما بيكبر بيبقى يعني تصرفاته شويه مش مواكبه لسنه، بتلاقيه بيتنرفز على اقل حاجه، بتلاقيه بيتخنق، بتلاقيه مبقاش طبيعي. فانت بكره تبقى زيه، فاهدى وارحم نفسك، لان في يوم من الايام هتبقى برضه بتتعصب على اقل حاجه. لقيت الولد راح سايبني وراح رايح على الراجل عجوز، قلت ده هيعمل مصيبه وما اقتنعش بكلامي. ابص الاقيه راح رايح بايس راسه وقال له حقك عليا يا حاج. الراجل اول ما سمع الكلمه دي قال له ولا يهمك يا ابني، ولا كأن كان في خناقه، وراح سايبنا وماشي. بقيت واقف مستعجب، والولد راح جاي قايل لي شكرا يا استاذ ومشي. عمال اقول في نفسي ايه ده اللي يشوفهم من بعيد يقول كان هيحصل مصيبه، لكن كلمتين حلوين، الاصل الطيب والخير اللي جوانا ظهر على طول على الاتنين. ربنا يلطف بيا وبيكم، والحمد لله ان احنا مصريين. واللي يقول لك ان المصريين اتغيروا قول له دور على المعدن النفيس والاصل الطيب اللي جواهم، هتلاقيه موجود عندهم بس مش موجود عند اي حد تاني. ممكن يسامحوا في لحظه زي ما بيغضبوا في لحظه. السلام عليكم، ويا رب كلنا نبقى محترمين.